السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم حرشة في الفرن بمكونات بسيطة كتجي خفيفة ولذيذة وسهلة وسريعة التحضير. مكونات كيف قلت لكم بسيطة جدا والنتيجة رائعة. تبعوا معايا الفيديو من الاول للاخير باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. اول حاجه في شي جبانيه او لابول غادي نحتاجو 2 بيضات من حجم صغير. الا كان الحجم ديالهم كبير استعملوا بيضه واحده بحراره الغرفه. غادي نضيف قبيصه ديال الملحه وغادي نضيف كاس لاروب ديال السكر السنيده ولا السكر الخشن، كيس من السكر المنسم بالفانيلا او فاني. غادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى يذوب معايا السكر مزيان وينسجم مع داك البيض. من بعد غادي نضيف باقي المكونات. من بعد ما انسجم لينا السكر مع البيض غادي نضيف نصف كأس ديال الزيت النباتيه. غادي نخدم هاد المكونات مزيان. من بعد غادي نضيف كأس ديال الماء، تقدروا تعوضوه بالحليب او لا عصير ديال الليمون. من بعد غادي نضيف كأسين من السميد الخاص بالحرشه او لا سميده رقيقه. نحاولوا تكون النوعيه ديال السميد جيده. نغربلوه ونوضعوه. 2 كؤوس ديال العنبه. غادي نضيف عليهم كأس ديال الفورز او الدقيق الابيض وكيس من خميره الحلويات او البيكين باودر وملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم. القوام ديال الخليط خاصو يكون سائل، ما غاديش يكون بحال الحرشه العاديه كيف كتشوفوا. في هاد الاثناء الفران كيسخن باش غير كنوجدوها ديك الساعه كندخلوها الفران باش ما تشربش ويتقال القوام ديالها. خاص القوام يبقى خفيف باش تجينا نتيجه زوينه. انا غادي نديرها في المقله الثقيله. نتوما تقدروا ديروا اي مول باش ما تجينيش طالعه بزاف. الا بغيتوها طالعه ديروها في مول صغير. غادي ندهنها بالزيت ونرشها بالسميده رقيقه كيف كتشوفوا. هاد العمليه كنديروها قبل ما نخلطوا الحرشه ديالنا باش ما تشربش. صافي كنرش المقله بالسميده الرقيقه وكنحاول نلبسها باش ما تلصقش. الفران يكون سخون كيف قلت لكم من قبل. غادي نكبوا فيه الخليط وندخلوه في الرف الوسطاني طيب من التحت ومن بعد ندخلوها تحمر من الفوق. راه ما كتاخذش وقت طويل، ماكسيموم واحد 20 دقيقه وكتكون واجده ولا اسهل. احسن بكثير من المقله ديال اولا بالحرشه ديال المقله يعني فوق البوطه، وكتعطي نتيجه افضل حتى من الحرشه. كيف كتشوفوا الحريشه ديالنا من بعد ما ذهبات وتحمرات من الفوق خرجتها من الفران. في هذه المرحله انا دهنتها بالمربى ديال المشمش. تقدروا تسقيوها بالسيرو يعني كاس ديال السكر اولا كاس ديال الماء مع نصف كاس ديال السكر، كيس ديال الفاني اولا مبشور حامضه، وكنخليوه فوق البوطه حتى كيغلى وكنسقيو به البسبوسه ديالنا اولا الحرشه. كتجي خفيفه الصراحه ما تحتاجش تسقى. انا اكتفيت فقط بالمربى ورشيت عليها الكاوكاو مهرمش من الفوق اولا اللوز ايفيلي اولا اللوز مهرمش اولا الكوك اللي بغيتو اللي متوفر ليكم. وهذه هي النتيجه ديال الحريشه ديالنا اولا البسبوسه في الفران. كتجي لذيذه وخفيفه وسهله كتوجد بسرعه وما كتحتاجش منكم وقت كتير.
كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.